هاي جايز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا اليوم موضوع غريب شوية، وهو انه طبعا اكيد اليومين شايفيني بنشر كل شي عن هوتارو، صور هوتارو، فعل هوتارو، قال قصيدة. طبعا اكيد كلكم محتارين مين هو هوتارو، من متى بنعرف بعض، وشو هي علاقتنا اصلا. طبعا اوكي، طيب نبدأ. راح احكي لكم القصة منذ قديم الزمان. انه حصل اني لما كنت في عام 2018 كان عمري 13 سنة، وكنت يعني جديدة على الهاتف وكذا. فكنت يعني طبعا انا بحب الانمي اكتر شيء، وانا اوتاكو. فدخلت في مجموعة فيسبوك اسمها سبيس باور، طبعا اكيد كلكم بتعرفوها. اوكي، يلا مضت ايام وشهور وانا تعرفت على ناس جدد، وصرت اتفاعل معاهم جدا جدا، وصرت عضو مهم جدا في المجموعة، والكل صار يحبني ويعظموني شان كبير جدا لأني أكبر متفاعلة. المهم، مرت الأيام كنت عاملة مسابقة تبع مين هو أجمل، يعني أو مين هو من حساب أجمل شخص في الفيسبوك في مجموعة سبيس باور، يعني شكل الصورة والسيرة الذاتية وهيك أشياء. أوكي، عملتها، يعني مضى الساعات. المهم جاني واحد بحساب اسمه داد لعبة الغدر، فقال لي انه بده يشارك في المسابقة. فانا اصلا كنت يعني مدخلة الناس وتم كل شيء والمسابقة ماشية في امان الله. فانا قلت يعني ما بخجله اقول له لا، طبعا انا كنت طيبة طيبة جدا جدا من وانا صغيرة. طبعا دخلته المجموعة، اقصد المسابقة، وكذا وكذا. ما بعرف كيف انا صرت يعني اساعده. رحت لاصدقائي قلت لهم صوروا صوتوا له، يعني صرت اغش. اوكي، ام سو سوري، شوية تعبانة معلش. طبعا مضت المسابقة وهو فاز في المسابقة. بعدين تعرفنا في الخاص، وعرفت انه من الجزائر، وهكذا. كان عمره كم تقريبا؟ 20 او 19 او هيك شي. المهم انه كان ولد طيب طيب جدا. فتعرفنا على بعض وصار يعني مرتاح في الكلام معي، وانا مرتاحة معه. لو كان هو اكبر مني ما شاء الله يعني، لكن فعلا يعني اخ طيب جدا. الأهم، بعد مرور أيام وشهور صار في بعض الناس يضايقوني من مجموعة سبيس باور. فهوتارو كن نشر منشور قال لهم كل من يضايقني راح يخسر حسابه. طبعا انتم ما عارفين انه هوتارو ما شاء الله هاكر كبير في حسابات الفيسبوك. المهم، قائد المجموعة اسمه أحمد لافي. طبعا أحمد لافي هذا رجل كبير، طبعا ما شاء الله عمره تقريبا 28 سنة أو أكثر، وهو اللي ماسك المجموعة، وهو الأدمن، يعني كم أدمن آخرين. الأهم، صار كل مرة في مجموعة سبيس باور تطير حسابات تختفي، كل مرة تطير حسابات وتختفي، ويقولون إنها بسببي أنا وبسبب هوتارو. وصاروا يهددوني في الخاص. وأحمد لافي طبعا شتمني شتيمة كبيرة كبيرة جدا جدا بسبب اللي حصل بسببي، وهددني إنه إذا حصل حساب تهكر بسببك وسبب هوتارو ما راح يحصل لي خير. المهم، طبعا توقفنا شوية شوية عن تهكير حساباتهم. أنا طبعا ما عندي ذنب، ولا حتى بعرف في الهكر، ولا بعرف أي شيء. هوتارو هو اللي كان يعمل كل شيء، لكن والله فعلا كان في ناس يستاهلون التهكير حساباتهم. المهم، هذه هي القصة اللي أصلا كيف يعني تعرفت بهوتارو،
والله هو طاهر شخص ما شاء الله، ما بعرف كيف أوصف لكم علاقة صداقتنا الجيدة يعني. ما شاء الله شخص متفهم، يتفهمني وأنا أتفهمه جدا جدا، وبعرف عنه كل شيء وهو بيعرف عني كل شيء. يعني ما يمر يوم من عام 2018 وما حصل ما حكيت معه. بس صح مرات نتشاجر، لكن تاني نرجع أصدقاء زي أول. بتمنى يا رب تدوم صداقتنا أكتر وأكتر وأكتر، يعني وتدوم صداقتي بيكم انتوا كمان يا حلوين. وأنا أحبكم جدا جدا بسبب تفاعلكم الحلو، وكل شيء تقدموه لي إن شاء الله أقدمه لكم بالضعف إن شاء الله. أوكي الآن خلصت حتى نهاية الفيديو. إذا كنت مو مشترك معي اشترك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وإذا مشترك اضغط لايك، أعلق لي أحلى تعليق مثلك يا جميل. أوكي باي.